أهلا بيك يا صديقي العسل، عدنا والعود أحمد. طيب، لو أنا جيت سألتك سؤال وقلت لك رد عليا في الكومنتات، إيه أكتر حاجة بتحب إن أنت تعملها في وقت فراغك؟ وقف الفيديو دلوقتي وانزل رد عليا واطلع تاني. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. طيب لو أنت خلصت، ففي الغالب أنا واحد من الناس هتكلم عن نفسي، بحب أفتح مثلا ريلز، بحب مثلا أفتح الانستجرام أو التيك توك أو اليوتيوب أو أي حاجة يعني أضيع فيها وقت فراغي. بس هل فكرت في يوم من الأيام إن ممكن الراحة الزيادة تتحول تبقى ضدك حرفيًا؟ يعني الراحة الزيادة دي ممكن تبقى أنت واقع في منطقة الراحة أو تتحول لمنطقة الراحة بتاعتك، وحرفيًا منطقة الراحة دي أنا عايز أقول لك إن هي ما بتفيدكش خالص، بالعكس هي بتدمّرك وبتدمّر مستقبلك. شوف، في الأول لازم تكون عارف إن أنا واحد من الناس فعلًا كنت عايش واقع في منطقة الراحة دي بطريقة غريبة جدًا، 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 لدرجة إن أنا كنت ممكن أفضل قاعد على السرير في اليوم، يعني ده لو ما وراييش دروس يعني، ممكن أدنّي قاعد في السرير فوق ال11 ساعة، 12 ساعة في اليوم، إذا كان لو في دروس مش عارف إيه، وباجي وأدنّي نايم على السرير، أذاكر على السرير، أعمل على السرير، كل ده قاعد على منطقة الراحة بتاعتي، تمام؟ مش شرط تكون منطقة الراحة السرير، هنعرف ممكن تكون إيه بس قدّام شوية. طيب إيه هي بقى منطقة الراحة؟ منطقة الراحة هي المنطقة بكل بساطة اللي أنت بتحس فيها بالأمان والاستقرار النفسي إلى حدٍ ما، تحس إن أنت كده في أمان ومستقر، ما فيش أي خطر جاي عليك من برّه، تمام؟ ودي حرفيًا خلّيني أقول لك كارثة. ليه؟ لإن هي بتمنعك من إن أنت تتطوّر وتطوّر من نَفْسك وتكتسب مهارات جديدة وتواجه العالم حرفيًا. حرفيًا فرص كتير جدًا، جدًا، جدًا بتضيع منّك وأنت قاعد في منطقة الراحة بتاعتك، مش عايز تخرج، مش عايز تشوف، مش عايز تواجه، مش عايز تتعلّم مهارات جديدة، شايف إن أنت هنا مرتاح. أنا في الوظيفة بتاعتي قاعد مرتاح، هافضل متوظّف في نَفْس الوظيفة دي لحد 60 سَنة. ليه؟ لإني خايف إن أنا أخاطر. خلاص أنا هنا مرتاح، فأنت هنا بتفقد فرص كتير جدًا. وحرفيًا خلّيني أقول لك منطقة الراحة ممكن تبقى عاملة إزاي أصلًا. منطقة الراحة ممكن تكون في شغلك، يعني ممكن تفضل متوظّف في الوظيفة بتاعتك دي سنين كتيرة جدًا، مع إن الوظيفة دي قارفاك وأنت مش طايقها وعايز تمشي منها، بس خايف إن أنت تمشي علشان خاطر ما تلاقيش وظيفة غيرها، أو تخاطر وفي الآخر تلاقي المرتب مش عاجبك ومش عارف إيه، فبتقول يالّا أنا مش مشكلة أنا راضي. لأ، بالعكس ربنا عز وجل هو الرازق، فمنين ما مشيت أكيد ليك رزق في حتّة تانية، فلازم تخرج من القوقعة بتاعتك دي أو من المنطقة بتاعتك دي حرفيًا. أو ممكن برضه تكون منطقة الراحة بتاعتك إن أنت بتتجنب المخاطر وخايف إن أنت مثلًا تفتح مشروع ليك أو تفتح مش عارف أي حاجة ليك بفلوسك، علشان خاطر خايف إن أنت تخسرهم، فأنت قاعد في منطقة الراحة قُلت خلاص أنا هافضل الفلوس دي معايا في البنك، أو الفلوس دي أنا هافضل محتفظ بيها علشان خاطر خايف إن أنا أخاطر بيها، فأنت هنا برضه تعتبر في منطقة الراحة. طيب، كذلك برضه ممكن تكون منطقة الراحة في إن أنت في علاقة تكون toxic بمعنى أصح، علاقة مؤذية مع خطيبتك، مع زوجتك، مع مش عارف مين، خايف إن أنت تخرج من العلاقة دي، بحيث إن أنت مثلًا مش هتلاقي حد تاني أو مش هتلاقي حد يحتويك، أو خايف إن أنت تكون وحيد أو في ما شابه، فبتقول أنا راضي. لأ، لو حسيت إن فعلًا العلاقة مدمّراك ومبهدلاك، لأ، أنت في غنى عنها. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: "لا ضرر ولا ضرار." فخلاص ما تضرّش نفسك. أو برضه ممكن تكون بتركّز على المهام اللي أنت تعرفها بس، بتخاف إن أنت تكتسب مهام جديدة، بتخاف إن أنت تكتسب مهارات جديدة، بتخاف إن أنت تتعلّم مثلًا graphic design، excel، word، مش عارف إيه، بتخاف إن أنت تخرج تتعلّم ده كلّه لا تفشل. لأ، بالعكس أنا عايز أقول لك إن أنت لازم تواجه ده كلّه حرفيًا. كل الأمثلة دي أنت لازم تكسرها وتوسّع معارفك ومداركك وتتعلّم حاجات ومهارات جديدة حرفيًا. ليه بقى أنا باقول لك كده؟ علشان خاطر فرص نجاحك تزيد. كل ما زادت معرفتك ومهاراتك، كل ما فرص نجاحك بتزيد، على عكس ما تبقى جاهل أو جويهل وقاعد قافل نفسك على منطقة الراحة والقوقعة بتاعتك، تبقى أنت عامل شبه حرفيًا القلم ده وأنت متحوط بدايرة كده، كل ما ييجي حد يدخل لك علشان خاطر يدّي لك مهارة جديدة، أنت مش قادر أو مش سامح لحد إن هو يدخل لك علشان خاطر منطقة الراحة محوطاك، فما ينفعش، لازم تكسر منطقة الراحة دي. خلّيني أقول لك إن ما فيش نجاح بدون مخاطرة، لازم تخاطر، لازم ولا بُد إن أنت تخاطر. أصل معلش النجاح ده عبارة عن إن أنت تنجح بس مرّة واحدة، تحاول 99 مرّة وتيجي مرّة واحدة تصادف معاك تنجح فيها، خلاص أنت كده نجحت، أنت مش محتاج حاجة تاني، هي مرّة واحدة بس اللي أنت هتنجح فيها.
وانا هنا مش بقولك يعني خلاص ان انت تاخد كل فلوسك وتروح تحطها في مشروع ليك او تعمل وتندفع والكلام ده كله بدون ما تخطط، بدون ما تحلل السوق اللي حواليك، بدون ما تعمل حاجات كتير جدا، الالتزامات حرفيا تدفعها، تشوف الدنيا حواليك عاملة ازاي، وما تروحش تكون مندفع علشان خاطر في الحالة دي انت هتخسر. طيب لو انا خسرت هل انا كده فاشل؟ لا، بكل بساطة انت كده مش فاشل. الفشل هو الاستسلام. يعني لو انا رفعت الراية البيضاء وقلت خلاص انا ما عدتش هحاول تاني، كده في الحالة دي نقدر نوصفك في النقطة دي ان انت فاشل، لكن مش في مستوى حياتك. انت في الحتة دي فاشل فيها، في المشروع ده انت فاشل فيه. ليه؟ لان انت رفعت راية الاستسلام. لكن لو انا قفلت المشروع وقُلت هارجع تاني أفتح، هنا أنا ما أقدرش أحكُم عليك إن أنت فاشل. ليه؟ لإن أنت تكاد تكون أخطأت في تحليل السوق، تكاد تكون أخطأت في حاجات كتير أنت حسبتها غلط، فبالتالي المشروع بتاعك فشل، فقفلت علشان خاطر تراجع نَفْسك وترجع تاني. والأهم من ده كُلّه الsafe money. الsafe money إن أنت يكون معاك فلوس حرفيًا مركونة على جنب، أنت بتقدر تسند عليها لو حصل ليك أي حاجة لا قدّر الله، ما تبقاش مستلف، ما تبقاش عليك قروض، ما تبقاش عليك كذا وكذا وكذا. طبعًا القروض والكلام ده كلّه حرام، ما ينفعش إن إحنا نمشي وراهم. كذا وكذا وكذا، فما ينفعش ده كله، فبالتالي بنقول لازم يكون معاك الsafe money أنت تقدر تسند عليه. طيب الخروج من منطقة الراحة مش سهل، ولكن ضروري جدًا لكل شخص قاعد في منطقة الراحة بتاعته إن هو يخرج منها. طب أعمل إيه علشان خاطر أقدر أخرج من منطقة الراحة؟ حاول إن أنت تاخدها خطوة خطوة، زي مثلًا إن أنت تتعرف على ناس جديدة، زي مثلًا إن أنت تسافر بلد تانية أو بلد جديدة جنبكم، زي مثلًا لو أنت قاعد في الأوضة بتاعتك 24 ساعة، انزل على الكافيه بتاعك ذاكر تحت بدل ما بتذاكر على السرير. وأنا هنا هاقف شوية، حتة إن أنا أذاكر على السرير لطلاب تالتة ثانوي، حبيب قلبي بلاش بالله عليك تذاكر على السرير. يعني أنا شخص عندي 21 سنة في تالتة جامعة، خلاص يعني دعواتكم. عايز أقول لك إن المذاكرة على السرير حرفيًا أكبر منطقة راحة ليك، السرير للنوم بس. أنت مسافة ما بتقعد على السرير وتشد اللحاف كده وتحط المخدة وتقعد تذاكر، تبُص تلاقي المتوه جات، تبُص تلاقي مش عارف إيه جه. فأنت هنا قاعد في منطقة راحتك، السرير للنوم، ما تقعدش على السرير إلا لمّا تيجي تنام، لا تمسك عليه تليفون، لا تعمل عليه، لإن حرفيًا هتبُص تلاقي نفسك كسول وخمول، لإن عقلك فاهم ومُدرك إن السرير للنوم بس. عايز تذاكر روح ذاكر في أوضة تانية ما فيهاش سرير مثلًا لو أنتِ الشقة بتاعتكم واسعة، أو خلّي ليك رُكن في الصالة تقعد تذاكر فيه، لو الجماعة ما بيبقوش قاعدين مثلًا في الصالة وكل واحد في الأوضة، أو رُكن في الأوضة بعيد عن السرير خالص، تمام؟ في الأخير لازم أقول لك إن الخوف والقلق حاجة طبيعية جدًا. يعني لمّا تخرج من منطقة الراحة بتاعتك هتلاقي إن فعلًا أنت قلقان، أنت خايف، أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، ومقلّق من اللي حواليك، مش واثق فيهم، ما عندكش ثقة. ليه؟ لإن أنت طول الوقت قافل على نَفْسك، فبالتالي لمّا بتخرج بتستغرب العالم اللي حواليك أو بتستغرب الناس اللي حواليك. فما تقلقش منهم، دي حاجة طبيعية جدًا ودي سُنّة الحياة إن أنت تخاف، إن أنت تقلق، إن أنت يحصل فيك ده كُلّه. واجه ده كُلّه وإن شاء الله هتقدر إن أنت توصل. في الأخير خلّيني أقول لك إن منطقة الراحة هي وَهْم، وَهْم بيمنعك إن أنت تحقق كل أحلامك. وحرفيًا لمّا بتخرج من منطقة الراحة دي بتكتشف قدرتك الحقيقية، وبتعيش حياة مليانة إثارة ومليانة تحدي، وحرفيًا حياتك هتتحوّل. هاقول لك على حاجة قبل ما تقفل، الحياة بتبدأ خارج منطقة الراحة. السلام عليكم.